مرحبا بكم في قناة Arab Influencers News. في هذا الفيديو الجديد سنغطي أبرز أخبار وأحدث المستجدات في عالم المؤثرين العرب. الفيديو اليوم عن اللحظة التي انتظرها الجميع. وليد مقداد الابن الأكبر لخالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة استقبل طفلته الأولى من زوجته نور غسان، وكانت الفرحة لا توصف. لحظة وصول الملاك الصغير إلى عائلة مقداد كانت مليئة بالمشاعر الجميلة. الفرحة والتهاني غمرت العائلة. الجمهور الذي تابع رحلة وليد ونور منذ زواجهما. وفي خطوة مفاجئة قرر وليد ونور فتح حسابات رسمية للطفلة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 24 ساعة فقط من ولادتها. لكن هذه الخطوة لم تمر مرور الكرام، فسرعان ما تعرضت العائلة لهجوم واسع من بعض المتابعين متهمون العائلة باستغلال الطفلة من أجل المشاهدات والشهرة. لكن العائلة لم تبقى صامتة، فقد أوضحوا أن الهدف من هذه الحسابات هو توثيق أجمل لحظات الطفلة ومشاركتها مع جمهورهم الذي يعتبر جزءا من العائلة. لكن يبقى السؤال المطروح: هل كانت هذه الخطوة صحيحة؟ هل يحق للوالدين مشاركة تفاصيل حياة طفلتهما منذ اليوم الأول، أم أن هذا تصرف غير مناسب؟ شاركوا رأيكم في التعليقات. هل تؤيدون قرار العائلة أم تعتقدون أنه كان من الأفضل انتظار الطفلة حتى تكبر وتختار بنفسها؟